السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنتكلم عن الافريج ومشتقاتها. والافريج هو مش مجرد رقم انت بتطلعه، عبارة عن قرار ومعادلة بتكتبها صح في وقت مناسب تطلع لك نتيجة صح للشغل بتاعك. تعال نشوف الافريج ونشوف الحاجات اللي تبع الافريج والمعادلات كلها اللي ليها علاقة بالافريج. أول حاجة هنا الجدول، طبعا نفس الجدول اللي احنا شغالين عليه. هنكتب أول معادلة بتاعتنا اللي هي الافريج، بعد كده نفتح القوس. تعال نجيب الافريج بتاع عمود الإجمالي، نقفل القوس، طلع لنا 9.92. افريج اف اللي هو انك تجيب شرط متوسط، بس بشرط هنجيب الرينج كرايتيريا. الافريج رينج، الرينج هو اهو كنترول شيفت سهم تحت كنترول باك سبيس، ده العمود اللي هنجيب حط فيه الشرط. طب ايه الشرط؟ الشرط هنجيب مثلا الدفع بالمحفظة. طيب انت هتحسب ايه؟ هحسب الافريج بتاع الاجمالي، كنترول شيفت سهم تحت كنترول باك سبيس، نقفل القوس، نضغط انتر، طلع لنا 11.66. تعال نشوف كده، المحفظة هنا جابت 7. او تعال نفلتر، اعمل كده اهو، بعد كده اضغط اهي اهي، بعد كده حدد ده كده اهو، طلع لنا كام؟ 11.66. نفس الكلام صح؟ هو ده ايه؟ الافريج اف. طيب نيجي افريج اف اس، نضغط ايكوال، بعدين نكتب الدالة بتاعتنا average range criteria range criteria 1. average range هو الإجمالي، كنترول شيفت سهم تحت كنترول باك سبيس. criteria range هي الدفع كاش، كنترول شيفت سهم تحت كنترول باك سبيس، ونختار الكرايتيريا اللي هي الكاش. بعد كده العملية هي الشرط التاني، وهنختار عملية بيع مش مرتجع. نقفل القوس ونضغط انتر، طلع لنا 8.94. يبقى انا جبت المتوسط بشرط ان الدفع كان كاش وعملية كانت بيع مش مرتجع. كده دول 3 دوال مهمين جدا: افريج، افريج اف، افريج اف اس. طيب بالنسبة للافريج ايه، عملت لها جدول لوحديه في شيت منفصل. الجدول ده عبارة عن الطالب واسم الطالب، جبته من اسماء المستهلكين في جدول عم ابو احمد اللي هو الجدول اللي فات. المجموع اللي هو مجموع درجات الطالب في مادة معينة، ناجح أو راسب، دي هنجيبها من اف الشرطية. لو حبيت تشوف الفيديو بتاع اف الشرطية ممكن تتابع القناة وتشوف الفيديوهات، اضغط زر متابعة مش هتخسر حاجة، تشوف كل الفيديوهات ويجيلك إشعارات بالفيديوهات اللي جاية. هنضغط هنا الفاليو وبعد كده نعمل اللوجيكال تيست. هنقول إن أكبر من 50 هنعتبره ناجح فهنكتب قدامه ترو، ولو أصغر من 50 هنعتبره راسب فهنكتب قدامه فولس. نقفل القوس ونضغط انتر، طلع لنا 9 ترو و2 فولس. وهتعرف ليه انا عملت الكلام ده. نضغط هنا افريج ايه، وبعد كده نفتح القوس بتاعنا ونحدد الكلام ده، ونقفل القوس، طلع لنا 81، 81 من 100. طيب ايه فكرة الافريج ايه؟ هي بتشمل تكست وبتشمل فاليو. اي فاليو بتعتبرها القيمة بتاعتها، اي تكست بتعتبره زيرو يعني بتحوله لرقم زيرو، اي لوجيكال تيست ترو بتعتبره واحد، واي لوجيكال تيست فولس بتعتبره زيرو. فهنا ده كله لوجيكال تيست مش تكست، فهنحطه قدام كل حاجة واحد. تمام، احنا هنا معمولة برسنتج، هنحولها لجنرال، وبعد كده نخليها واحد بس. بعد كده هنحدد هنا ترو بواحد وفولس بزيرو، بعد كده واحد. لو عملت ده كده وبصيت على الافريج تحت، طلع لنا نفس الرقم اللي هو 81، اللي هو ده لو حولته البرسنتج يطلع لك 82%، وهو نفس الكلام هنا. ودي فكرة الافريج ايه، انها بتقبل التكست وبتقبل الايه، الفاليوز. اخر حاجة معانا الدي افريج. هنا هنكتب الاجمالي، هناخد دي كوبي ونعمل هنا بيست، بس هنعملها بيست فاليو. بعد كده دي افريج، بعد كده هنا هنكتب المعادلة بتاعتنا،
هي دي افريج، نفتح القوس، الداتابيس بتاعتنا اللي هي كنترول شيفت سهم لتحت وكنترول باك سبيس. الداتابيس الفيلد هو الإجمالي، بعد كده الكرايتيريا هي الاتنين دول. نقفل القوس ونضغط انتر، طلع لنا 9.92 اللي هو نفس الكلام بتاع الإجمالي اللي هو نفس الدالة الأولى. فدي فكرة الدي افريج، واعتقد الدي افريج نفس الدي كاونت. ولو انت حابب تشوف الدي كاونت كل حاجة ليها علاقة بالكاونت هتلاقيها في الفيديوهين اللي قبل الفيديو بتاع النهاردة. ولو تابعتني هتلاقي كل الفيديوهات اللي ليها علاقة بالاكسل واللي بتتجدد باستمرار، فلو عملت متابعة هيجيلك إشعار بفيديو جديد من القناة بتاعتي. كده احنا النهاردة غطينا كل حاجة ليها علاقة بالافريج. هي عبارة عن دوال افريج، افريج اف، افريج اف اس، دي افريج وافريج اي. اتمنى الفيديو يكون يعجبكم، ولو عجبكم يا ريت تعمل لي مشاركة واعجاب وتتابعني عشان يجيلك اول كل جديد للفيديوهات بتاعتي. ولو في اي حاجة نفسك تسأل عليها يا ريت تكتبها لي في التعليق. اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.